وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بزميلي اللي مكسر الدنيا على القنوات الفضائيه، احمد اسامه. حبيبي حبيبي، منور الدنيا. بنورك والله، وبشكرك جدا على المقدمه الجميله دي والله. انت منور الدنيا والف مبروك على تكريمك النهارده. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كنا بقى على الفعاليه النهارده والمهرجان، ايه اللي عجبك النهارده؟ والله هو دايما مهرجان توب كايرو برئاسه الاعلاميه طبعا دينا محمود واخويا وصديقي طبعا المنتج بسام رضوان، بيفاجئونا بحاجات حلوه ودايما من نجاح لنجاح. كون ان هو في خلال سنتين بيعمل السيزون السابع، فدي حاجه كويسه جدا. في ناس بقى لها في المجال 5-6 سنين وما عملوش حتى لغايه السيزون الثالث والرابع يعني. فكون ان هو دايما يعني دؤوب في الاستمرار في النجاح والكلام ده، فده في حد ذاته انجاز ونجاح، وبالتوفيق والنجاح ليهم كلهم يعني. اول مشاركه سيزون ليك هتحضر النهارده ولا حضرت قبل كده ليه؟ لا انا بحضر له على طول والله. يعني ستة، حضرت الستة اللي قبل كده؟ لا مش الستة، انا حضرت له اول واحد السيزون الاول، وحضرت له السيزون السادس والسيزون السابع. يعني 3 والنهارده صح، حضرت له السيزون متهيألي الرابع، طب انت الخامس ولا الثالث. شايف في فرق النهارده من السيزون اللي قبل كده اللي فات واللي فات؟ والله هو دايما بيفاجئنا بتغيير اولا بتغيير المكان، بيطور من نفسه. شايف ان في تنظيم كويس النهارده، شايف ان في روح حلوه في المكان مع الناس، شايف ان في استقبال كويس. فهو الضيف محتاج ايه غير استقبال كويس وحاجه كويسه يعني. فبالتوفيق ليهم جميعا يا رب. حلمك اللي جاي ان شاء الله او خطوتك الجديده ايه اللي جايه؟ لا مش نفسي في حاجه دلوقتي. دايما متواضع انت، مش عارف اقول لك ايه. انا سعيد بلقائك المثمر النهارده معايا، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءاتنا اخرى دايما مع بعض. تسلم يا احمد، تسلم. شكرا حبيبي. انت عايز اقول لك على حاجه بقى، الراجل ده انا بحبه جدا في الله. يمكن بنشوف بعض صدف، بس انا بحترمه جدا وبحبه جدا، ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا، وبجد بفرح لما بشوفه في المكان بجد والله العظيم يعني. حقيقي يعني ربنا يدوم ما بيننا كل الود وكل الاحترام يا رب. تسلم.